حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ والله وحشني، يا رب تكونوا بخير. لايكاتكم كتير يا حبايبي. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربيه. بتعمل ايه يا ام محمد؟ يلا نرد للزمن الجميل، نخرج برسيم للطيور بقى بناء على ان احنا في الارياف. بس يلا لايكاتكم حلوه انتوا وهي وكومنتاتكم الحلوه. والأول مرة يشوف يوميات أم محمد في الريف المصري يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل. شايفين يا ولاد؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لايكات كتير يا ولاد. الطيور عاوزة أكل ياما جوه. احضروا الفيديو معايا بقى من الأول والآخر، تابعوه عشان هنعمل ايه ويا بعض. هنزغط الوزة وهنأكل الطيور وهنعمل مهرجانات كتير. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مروه عشان ما يبقاش طويل عليك. بناء ان احنا بقى في ايه، كل سنه وانتم طيبين في الربيع في موسم البرسيم. عاوزين ناكل الطيور بقى لان والله ما انا ملاحقه علف. بصوا انا جايبه امبارح يعتبر يوم السبت اللي عدى ده شكاره كوز بالعلف اهو يا ولاد. اللي انا باكل دي شكاره عليه، انا بحسبها شكاره العلف. لا العلف اللي انا بجيبه اهو. بصوا عليه البقره اهو بتاع المواشي. دي شكاره العلف اللي انا بجيبه الاكل بتاعه. والله جايبه شكاره العلف دي يوم السبت. بصوا مفيش يعني في ثواني. دي ما شاء الله في الانتاج البيض لو انت عاوزه تعملي مشروع او في انتاج اللحم للطيور حلو وللمواشي برضه. بس بقول ايه، اخرج شويه برسيم اساعد ويا اكل الطيور. لا اله الا الله. فاصل ونواصل يا حبايبي. حتى خشبه عشان اخرط عليها. انا كنت بخرط على ايديا كده بس معلش السكينه دي جديده لسه اول شغلها النهارده وخايفه منها بصراحه ربنا. والله؟ ايوه والله. جبتها امتى؟ كانت هنا التانيه اهي بس لقيتها مش نافعه. البرسيم ناشف وعاوز سكينه حلوه. جبتها امتى والله؟ وربنا يجيبهولي بالسلامه محمد ابني يا رب ويكفيه شر غربته هو واللي زيه. كان بيسن لي السكاكين على طول من نهار ما مشى والله ما نسن. ومن اخر مره سن لي فيها. يا ماما جبتها امتى والله؟ تيجي الفئران فرحانه بالخضره اهو. نبقوا يلا تعالي. امسك الوزة قدامك اهي. ماما راحت تمسك الوزة. عفوا يا حبايبي. الوزة دي بناء ان هي من عمنول ومش راضيه كده. بصوا بقى يا ولاد اما نرد للزمن الجميل. هتغزغطي ايه يا ام محمد؟ هو بيقولوا التظبيط حرام بس مش راضيه تزيد. انا بللها فول اهو شايفينه اهو. هزغطولها بقى عشان تدبل كده وربنا يكرمها ان شاء الله وتدبل ونمزها اهي. حرام عليك يا ده هتاكل صبعي مش هتاكل الفول. الفول ده يخليها تدبل ولو فيها دهن بس بناء ان هي ما فيهاش دهن. لو عندك طيره فيها دهن وعاوزه تحوليه لحم الفول ده. لايكات يا ولاد كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صبعي ده اسنانها وحشه وحاميه. كل يوم بدلها علف واسيبها تاكل وهي الطيور. طب شربي. ولا هي بتشرب بقى لوحدها.
صوابعي انا منك. الوز اسنانه حامية زي المناشير. هو الوز كده. يا صبعي استني يا وليه طولي بالي. لايكات يا ولاد كتير كتير لأم محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكومنتات الحلوة عاوزة دعوة من قلبكم لأم محمد. ادعوا لي يا ولاد ربنا يشفيني، لأن أنا بحس مش عارفة ايه اللي عندي، بحس بإغماء جامد واحس إن أنا ماشي هجع. بقالي الكلام ده بقالي كام يوم، واحس بدوخة جامدة بصراحة ربنا. مش عارفة ايه اللي عندي بصراحة ربنا، والوجع اللي في عظمي بقى ربنا يكفيكوا شره يا رب، وتشفينا وتشفي كل مريض يا رب. حطوا لايكات يا ولاد، لايكات كتير. طب خدي صورة يا مروة كده حلوة عشان نحطها للفيديو. لا انا مش هاخدك صورة دي. شوف انا صورة. طب بس خد انا الصورة وانا بظبط الوز. يا ليه مش بدي بقى بالكاميرا التانية. لا اله الا الله. بص كده اهو بالكاميرا التانية برضو. ماشي. انا عملت 3 دلوقتي و3 بالكاميرا التانية. يا مروة عشان الفيديو ما يطولش. بصوا يا حبايبي لايكاتكم ما تنسوش ام محمد، وعشان الفيديو بتاع النهارده ما يطولش عليكم، يا رب فيديوهاتنا تكون خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله، ودمتم في رعايه الله وامنه حفظ الرحمن يا رب. ودمت